السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالنا النهاردة عن الأطعمة. للإجابة على هذا السؤال نقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين على من وله ولا يوم الدين. أما بعد، الأطعمة وهي جمع طعام، والمقصود بالأطعمة ما يأكله الإنسان من مأكولات متنوعة حلها الله سبحانه جل في علاه. في القرآن الكريم آيات متعددة صرحت بأنه سبحانه قد أحل لعباده المأكولات الطيبة وحرم عليهم ما هو فيه ضرر عليهم. من هذه الآيات قوله بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومنه قوله بسم الله الرحمن الرحيم: يسألونك ماذا أحل الله لهم قل أحل لكم الطيبات، أي يسألك أصحابك يا رسول الله ما الذي أحله الله لهم من المأكولات، قل لهم أحل الله لكم الأطعمة الطيبة التي تستلذها النفوس المستقيمة وترتاح لها الأرواح الطاهرة، والتي لم يرد في شريعة الإسلام ما يمنع من أكلها، فكل طعام أباحته شريعة الإسلام فلنا نأكل منه دون إسراف وتبذير. رسالة قوله بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا والله أعلم وأعلم. سنكمل في الحلقات الآتية عن الأطعمة والأشربة في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.